بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في بورتو، اسكندرية. النادي الجميل اللي مشرفنا يعني. ومعايا الكابتن مانجا، وبالمناسبة الكابتن مانجا لاعب نادي الإسماعيلي والمصري والاتحاد وحرس الحدود ومنتخب مصر للشباب. الحقيقة يعني شخصية محترمة، وكان كمان في تركيا في فريق تركي اسمه جارسنز. وكمان معانا النهارده الكابتن احمد خير دونجا. طبعا احنا عندنا مانجا وعندنا دونجا عشان ليه محدش يتلخبط. كابتن دونجا كان حارس مرمى نادي بتروجيت وتليفونات بني سويف والرجاء وكيم اسوان ونادي ايمي ومنتخب مصر للشباب. يعني له باع طويل واحنا بنتشرف بيهم. والان هو مشرف على حراس المرمى بنادي بورتو السكندري. حارس مرمى انبي وتروجيت وتليفونات بني سويف وصالات وكيم اسوان، وحاليا نادي الجزيره مطروح. طبعا بشرف بحضرتك طبعا، والواحد سعيد بوجودي مع حضرتك. يعني بصراحه حاجه محترمه. وكان الكابتن مانجا كنا بنتكلم من شويه، يعني بنتكلم على روحك الحلوه في ابو قير. وبصراحه يعني انا زميلي حسام باولو معايا في الفريق كان عامل معاك لقاء، فحاجه جميله بصراحه، شخصيه محترمه. والامانه يعني الواحد بيتشرف ان هو يتعرف على حضرتك. والله دي شهادة جميلة جدا أنا أعتز بيها. وأنت طبعا إحنا قاعدين مع بعض وقاعدة إيه فرفاشة يعني كده، يعني مش حاجة رسمية. اكيد طبعا. فطبعا الروح الجميلة بتاعت كابتن دونجا وحسام باولو ومانجا، يعني دونجا مانجا باولو أسماء كلها رنانة بسم الله ما شاء الله. وانا طبعا اتشرفت بيه جدا جدا جدا، شخصيه محترمه. واحب بقى اساله سؤال بالمره كده يعني. كابتن، حضرتك دلوقتي لعبت في كل الانديه دي كحارس مرمى، اوكي تمام. ايه رايك بقى في حراس المرمى، ومين هو حارس المرمى اللي بالنسبه لك يعني مثل اعلى؟ والله طبعا حراس مرمى كتير وهي مدارس. بس انا كمستوى الشخصي انا بحب مثلا الحضري.